دكتور، كفاية عليا وقفة المطبخ في رمضان، فقررت ما اروحش الجيم. ازاي قررتي انك هتوقفي جيم في رمضان؟ دي احسن فرصة ممكن تخسي فيها وكمان تلعبي رياضة. لو كنتي فاكرة ان وقفة المطبخ ومذاكرة العيال وهدة الحيل ورايح وجاي طول رمضان ده هيحرق لك دهون، ابدا. عشان تحرقي دهون لازم تكوني بتلعبي رياضة منتظمة بترفع من ضربات القلب، وكمان يكون ليها وقت محدد. احسن رياضة تلعبيها في رمضان انك تنزلي تصلي التراويح. هتروحي الجامع مشي وهتيجي من الجامع مشي. خلي خطوتك سريعة لمدة 3 دقايق وتريحي نص دقيقة، وده بيقولوا عليه المشي الياباني. أحسن طريقة تحرقي بيها دهون وترتاحي من دوشة العيال، وكمان كأنك بتلعبي يوجا. طول ما انتي بتصلي بتصفي ذهنك وبتستدعي كل الأمنيات الحلوة وبتطلعي منك كل الطاقة السلبية. ليه بقى توقفي رياضة في رمضان؟ ممكن نغير شكلها من الجيم الأساسي لرياضة تانية مختلفة نكسب فيها صحتنا وطاعة ربنا. وبالنسبة للرجالة عندكم ساعة ذهبية في رمضان، الساعة اللي قبل الفطار مباشرة. تطلع تلاقي المدام حاطة كل حاجة على السفرة، مش مطلوب منك تحضر حاجة. دي أحسن ساعة تحرق فيها دهون في رمضان عشان الدايت بتاعكم ما يبقاش دايت في الكنافة. ورمضان كريم.